عمك ناصر مين؟ وايه اللي دخل الراجل ده هنا؟ انا مش لسه ماشياك دلوقتي؟ معلش بعد اذنك يا امي، الراجل ده بقول لك ايه يا حسام، كفايه اللي عملوا فينا وجاب لنا بلاوي الزمن بنته. طب عشان خاطر يا امي، عشان خاطر بس الراجل ده اديك شايف يا ولد اهو في خلاص يا وشك. عم ناصر، ينفع كده؟ خلاص يا عم ناصر، وانا ولا وانت كده اتعلمنا الادب في بيتنا ولا ايه؟ بعد اذن حضرتك يا حاجه ما تشوحنيش. بعد اذنك يا امي خلاص. بص يا عم ناصر، انا لو لابنك مسك فيها تحت ما كنتش طالع. بص يا عم ناصر، بصراحه احنا برضه بنفهم في الاصول يا حاجه. انا جايبك من تحت يا عم ناصر عشان اشتكي لك من بنتك. ده اللي انا عاوز اقوله. مالها بنتي يا حسام؟ بنتك ما تربيتش. لا، بنتك مش بنتي عارف بتربيها أحسن لا مش تربية. عارف تربيها. لو انت بتعرف تربيها كنت ما خليتهاش أقول تقل لك ادبها يا على حاجة. جوزها وعليا. اقول لك ايه، ما تبالغيش في الكلام. ما مش ما تقول له طيب على بقول لك قلة ايه يا ادبها. عمي، يا عمي بقول لك ايه، امي تقول اللي هي عاوزاه. تقول اللي هي عايزاه، هي دي اصولي ولا تهزجني في بيتكم؟ ولا بنهزق ولا ليه واحنا بنهزقش. قلات الادب؟ بكفايه انتوا ما عرفتوش تربوا بنتكم، بترد على جوزها وتقل ادبها عليا.